تمام. حقي اللي انا كراجل احافظ على لعيبتي، والمشاكل الفنيه اللي بشوفها منهم. محمد شحاته النهارده خسروا 7 اسابيع ولا 8 اسابيع، وانا راجل النهارده محمد شحاته من اللعيبه الاساسيه بالنسبه لي. خلصت يا كابتن؟ خلصت. طيب، هو حضرتك كنت تقدر تقول كده ايام كابتن حسن شحاته؟ حصل. طيب، كابتن حسن شحاته كان تشكيلته الاساسيه 7 8 لعيبه من النادي الاهلي. انا ما بتكلمش اهلي وزمالك، انت عملت اهلي وزمالك ليه؟ ما هو انت، ما انا هو امال بتكلم ايه؟ على لعيبه الزمالك. ما لا انت انا بتكلم بتقول على لعيبه لعيبه، ما ما انا لعبتش. ضامن 6. انا عندي كان عصام الحضري، وائل جمعه، احمد فتحي، حسن مصطفى، محمد شوقي، عماد متعب، ابو تريكه، سيد معوض، كل دول كانوا اهلي. بركات كان اهلي. يعني الكابتن حسن شحاته اللي هو يعني المفروض يعني زملكاوي، بس هو كان مدير فني لمنتخب مصر. هو ساعتها الزمالك كان بيلعب مين؟ كان عمرو زكي، ميدو، او كان بس. لا وبيلعب ساعات انا لعب دلوقتي يعني انت حاجات كلمتني، بسيطه. انت البدايه قلت لي اه، تثبيت الفريق. فريق منتخب مصر كان مثبت ايوه. ايام حسن شحاته. انا اقول لك الفرقه من دلوقتي، الثلاث بطولات 2006 و2008 ما هم دول. و2010 مين ولعبوا اه، كاس القارات؟ هم اه. 16 لعيب. اصل كلامك مفاجاه بالنسبه لا لي، مش مفاجاه مذهله. بالنسبه لي، مش مفاجاه. لو عصام كل الحضري نادي. انا كنت اه، بمرنه ايام تردلي، اه، ما ارتاحش. كان معايا نادر السيد، اه. وكان معايا عصام، وكان معايا عبد الواحد السيد. بنعمل تقسيمه امم قبل الماتش، امم وكان عصام بيلعب ماتشات. نادر السيد وقف في تقسيمه، وعبد الواحد لعب التقسيمه. عصام الحضري زعل، تمام. خرج قال لك انا معتذر عن منتخب مصر، معتذر عن منتخب مصر. اه، واخد بال حضرتك؟ ولا تعاقب ولا اي حاجه، وفضل في نادي الزمالك في نادي الاهلي سنه ما بيجيش منتخب مصر، وبيلعب ماتشات الدوري مع الاهلي، وبيلعب ماتشات افريقيا مع الاهلي، وفي لعيبه محترفه بتعتذر عن منتخب مصر. لكن اللي حدث النهارده مع لعيبه الزمالك مش عادين. اللي اداره الزمالك كلجنه الكوره انتوا عايزه اتكلمتوا في الموضوع لا دوت؟ انا لسه بقول لك هعرض. انا لسه هعرض. لسه هتعرض؟ هعرض طبعا، الماتش لسه خالص من شويه. ايوه، حسام عبد المجيد لعب، ناصر لعب ماهر. تلت ساعه ونصر ماهر بس. هو نصر ماهر لعب الماتش اللي فات، لعب الماتش ده. مم. واخد بال حضرتك؟ فعندي عواد ما يلعبش ليه عواد؟ ليه قول لي انت النهارده بدل ما انت بقى ايه عواد ليه ما يلعبش؟ راجل واخد بطوله افريقيا، واخد بطولتين قاريه، ما يلعبش ليه؟ عمر جابر ما اتخدش ليه؟ انت واخد من انديه تانية 2 في مركز واحد. مم. لو كان كده خلاص، خلي ايوه اللي بس انت شايفه صح ينفع خليه. طيب، ايه رايك يا كابتن سيد في الكلام ده؟ طيب ماشي، انا سبت كابتن احمد يتكلم بالظبط. خالص طبعا، لكن طبعا انا اختلف معاه في كل حرف مش في كل جمله، اختلف معاه وده اختلاف طبيعي جدا. مم. اولا احنا في فرق شاسع ما بين اعتذار الافراد واعتذار مؤسسات. مم. اما لعيب عند الزمالك مثلا زيزو، انا اعتزلت دوليا، انت حر في قرارك، مم. انت حر في شخصك. لكن المؤسسه والنادي مش من حقها ابدا 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 انها تمنع لعيبه غير في الاجنده الدوليه، مم. في ظل اللوائح والقوانين. لكن في اجنده دوليه هتمنع، دي ما حصلتش ابدا. في لعيبه محترفه ما جاتش في اجنده دوليه. أنا بس بص، انت من اول يوم طب أنا سبتك تكمل كاداره على فريق، فكرة. ما لا تمش اختيارها. انت أنا في اول سبتك. يوم كاداره فريق أنا سبت في لعيبه حضرتك دوليين تكمل. ما جوش. انا أيوة. عشان اكمل بالاتفاق. الفكره بس، عشان اكمل الفكره بالاتفاق. سيبني بس اكمل طيب، انا الجزئية سايبك بتاعتي. والله، انا سايبك. ففي فرق شاسع ما بين اعتذار المؤسسات واعتذار الافراد. عصام اه، الحضر لما يعتذر ان هو مش هيجي المنتخب، زي عبد الله السعيد معتذر دوليا، تمام؟ ركز معايا مهم، الله يخليك. معاك بس والله، معاك. ان عبد الله السعيد مثلا اعتزل دوليا، هو حر، هو شخصه. الاثنين من حته واحده. يعني لو حضرتك بتقصد بتقصد الشناوي انا ما بتكلمش على النادي، انا هم بتكلم على الاثنين لعيبتنا. هم الاثنين اللي في انا مركز واحد، بتكلم على الشناوي. لعيبتنا. لا حضرتك قلت اثنين في مركز في مركز واحد. هو لا، الشناوي لا. ومصطفى طب شوبير. عمر شوبير. عمر كمال واسمه ايه ده؟ مين تاني من احمد الأهلي؟ توفيق، اللي مش كانوا الاثنين كانوا موجودين؟ لا، اكرم توفيق ما كانش أكرم موجود. ما كانش موجود. ما كانش موجود. اه. فلو اثنين تقصد شوبير والشناوي، اصلا عواد ما لعبش غير الثلاث ماتشات اللي فاتوا، احنا مش هنضحك على بعض. عواد اصلا ما كانش هيلعب من بدايه الموسم، ده اللي بدا الموسم محمد صبحي. يعني انت لو هتقيم عواد ان هو عمل يعني صبحي ما لعبش من بداية اكمل بس الموسم. يا كابتن، بس ازاي بس مين يا كابتن صبحي اللي ازاي يا بداية كابتن راجع الموسم؟ بس؟ صبحي لعب صبحي من بالشوط أول دقيقة الكليني، مصاب. ازاي بس؟ شرط لعب الشوط الكليني هو مين؟ عواد لعب يعني اخر 3 ده لعب طبيعي بالصدفه يعني. يا سيدي، ده لعب آه. بالصدفه، ده لعب السوبر الافريقي ده اللي كان في هيلعب حاجه اسمها جول بالصدفه يا كابتن سيد. لاعب يا كابتن يعني ماتش اكرم لما السوبر. بيريح ويلعب هكمل بس ثابت يا جماعه، بالصدفه. اكمل بس اكمل بس. امال انا حراس صبحي لعب، مرمى مين الاهلي اللي لعب؟ والزمالك مين اللي واحد لعب زي يا بعض. كابتن؟ بس اكمل الفكره الله لا ما يخليك. حضرتك انت دلوقتي هكمل بتتكلم في الفكره بس، موضوع انا هكمل الفكره، يخصني انا دلوقتي هكمل لازم الفكره ارد بس، فيه. هكمل الفكره هترد بس، فيه، هكمل الفكره بس، هكمل هترد، الفكره. خليه يكمل. صبحي لعب ماتش الشوط الكيني رايح جاي. اذا انت بدات الموسم بصبحي، عواد ما كانش في الصوره خالص. في ماتش السوبر الافريقي اتصاب حلو. او اتقال لنا انه هو اتصاب، الله تمام. اعلم كان ايه، تمام. بس اتقال لنا انه هنصاب، فاحنا تمام. صدقنا مفيش مشكله. تمام. لعب عواد، لو انت بتقيم عواد في الثلاث ماتشات دول،
ده شوبير النهارده مرشح ان هو يبقى احسن جول في افريقيا بالظبط في الاول. احسن لاعب محمد واحسن حارس. الشناوي آه. محمد الشناوي احسن جول في افريقيا. برضه ليه انت مواجهني اللي هتكلم- اتكلم على اكمل. اشخاص؟ طب بس أنا مش اكمل بتكلم على دي يا قول اللي كابتن. انت عايزه. ممكن تكون فيهم أكمل- جمله احسن جول في أكمل افريقيا. دي انا بس مش يا شفت كابتن. يعني أكمل- ما شفتش أكمل. مصطفى الشوبير ايه اللي عمله عشان يكون احسن جول في افريقيا. ازاي بس ما حضرتك ما شفتش شفتوش. افريقيا شافت حضرتك ما شفتش لا ممكن خلاص تبقى يا عندك باشا. شغل كان دي كمان. تسعة- مجله عملت 9 مجله. مباريات دي كلين مجله مجلة شيت. إيه مصريه بس؟ ده أفريقيا مجله يا مصريه يا كابتن. كابتن سيد. يا كابتن يا ازاي بس؟ كابتن مهيب يا استاذ مهيب اتفضل. هحكي لحضرتك موقف انا منتخب مصر. حلو. طب يا بس كابتن حصل يا معانا كابتن بقى. مهيب بس اكمل فكرتي بس يا كابتن حضرتك قول لي طب اللي انت خليه عايزه. يخلص بس أكمل يرد انا ما يرد كلامه اعترضتش في خالص الجزئيه الحته دي. الثانيه. فواحد اتفضل. مرشح انه يكون احسن جول في افريقيا، اوكي، وواحد ما بداش الموسم اصلا، لعب 3 ماتشات، وعلى فكره مش عايز اقول اكسفه حقه، يعني هو عمل ال3 ماتشات كويسه. لكن انت لو بتقيس بقى على نسبه كبيره، انا قلت لك على امام عاشور. امام عاشور هو احسن 8 في مصر في الوقت الحالي. حقيقي. قبل ما يتكلم قلت لي هو الكابتن أصلاً، الخسران. قبل ما احسن 8 في مصر، بل بالعكس كمان ممكن مم. يبقى في افريقيا. مم. ومع ذلك قلت لك لا، المدير الفني هو حقه. اوكي، يعني كابتن حسن شحاته لما اختار لما اختار سوري عصام الحضري ان هو يلعب، وكانت على رغبه الاهلي خالص، هتتكلم معاه خالص على بقى. غير رغبه على غير رغبه الاهلي خالص. أيوة. اوكي. الحاجه الثانيه مثلا، لو احنا المساحه اللي بيننا تسمح، طبعا انا اشوف ان حضرتك هتعرض ده على مجلس اداره. يعني انت بتعرض حاجه في الاعلام قبل ما تعرضها على مجلس اداره. طب افرض مجلس الاداره بكره قال لك لا. انت دي طريقتك بتاعتك زعلانه مني، انا اعرضها بالطريقه اللي انا شايفها. ايوه ماشي. انت هو الموضوع لازم يوصل للاعلام، حر. لان الموضوع وصل للاعلام. الاعلام جزء من اوكي صوت اوكي. القرارات. لو حضرتك هتاخد ولازم اوضح الكلام. افرض مجلس الاداره قال انا مش موافق، افرض نادي الكوره قالت له مش موافق، خلاص ده أو يبقى مدير حاجه فني فرديه. خلاص دي انا حاجة بقول فردية. رايي. دي حاجه فرديه. انا بقول تمام. رايي. دي حاجه فرديه. تمام. تمام. الحاجه الاخيره بس اللي عايز اتكلم فيها، حاجه اللي اتكلم فيها، احنا في من امبارح وفي حريقة في ميت عقبة بسبب يعني مشاركة مصطفى شوبير كحارس أساسي للمنتخب المصري. أحمد سليمان طلع في تصريحات بيقول لك هنمنع لعيبة الزمالك إن هي تروح المنتخب علشان عواد ما لعبش، ومصطفى شوبير اللي لعب. سيد عبد الحفيظ طبعا ما يقعدش ساكت. سيد عبد الحفيظ ضرب في المليان على طول وقال له ازاي يا راجل، ده مرشح لاحسن حارس في افريقيا واحسن لاعب في افريقيا، كمان ما تقدرش تمنع لعيبتك ان هي تروح للمنتخب الا غير الاجنده الدوليه. كمان انت بتتكلم ان دي حريه للمدير الفني للمنتخب يلعب اللي يلعبه ويقعد اللي يقعده. منطق غريب جدا جدا من عضو مجلس اداره نادي الزمالك، لكن كلهم عقليه واحده. لكن سيد عبد الحفيظ ما بيقعدش ساكت، لازم يضرب في المليان.